السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ لو لسه بتشتري الباتون ساليه، لا تعالي شوفي الفيديو بتاع النهارده. هقولك على كل اسرار نجاح الباتون ساليه، ازاي ينجح معاكي لو لسه بتجربيه لاول مره، بمكونات سهله وبسيطه جدا. حتى لو لسه مبتدئه هينجح معاكي من اول ما تعمليه، وكمان هيعجب اي حد هيدوقه. هنجيب كوباية من المية الدافية ونحطها في حاجة واسعة كده علشان هنختبر الخميرة بتاعتنا. هنحط عليها معلقتين من السكر كبار ومعلقة من الخميرة الجافة، بس كده هنغطيهم ونقلبهم كويس ونسيبهم مع بعض على جنب. هنجيب بقى حاجة واسعة اللي احنا هنعجن فيها، وهنحط كيلو من الدقيق اللي نخلته كده، ودي ده لكل الأغراض. طحنت في المطحنة بتاعة السكر أو حتى مطحنة الفلفل الأسود، هنطحن كده معلقتين كبار من الكمون يكونوا حصى. بعد يعني في الأول هحط 3 معالق، لما يطحنوا هيبقوا معلقتين كبار. وكمان معلقة كبيرة من حبة البركة مش مليانة قوي، ومعلقة كبيرة من الملح. دي المكونات الجافة بتاعتنا: معلقتين كبار من الكمون المطحون، معلقة من حبة البركة، ومعلقة من الملح مليانة. قلبتهم، وهحط دلوقتي يعني 3/4 كوباية من الزبدة، والزبدة دي تكون طرية. وهحط كمان ربع كوباية من الزيت. 3/4 كوباية من الزبدة الطرية وربع كوباية من الزيت. هقلبهم كده كويس مع بعض، وبعد كده هنشيل المعلقة بقى خالص، وهنبدأ نبس المكونات دي مع بعض. وعلشان يطلع معانا الباتون سالي دايب كده ومن جوه، وكمان قرشته جميلة مش معضم، لازم تبسوا المكونات دي مع بعض كويس قوي، بحيث ان انتوا لما تيجي تضغطوا عليها كده بصوا بتتشكل معانا كورة، ونضغط عليها ضغطة خفيفة تتفرفت معانا. بس كده. بعد بقى ما عملنا وبسينا الدقيق بالمواد الدهنية، هنلاقي الخميرة بتاعتنا شغالة كده. هنتأكد ان الخميرة بتاعتنا صالحة ان احنا نحطها في العجين. جبت بيضتين حجمهم صغير قوي، البيض اللي عندي كان حجمه صغير. لو البيض اللي عندك حجمه كبير هتجيبي بيضة واحدة بس كبيرة، وهتحطيها على الخليط بتاع الخميرة والسكر، وهتقلبيها تقليبة بسيطة، وهتنزلي بقى بالخليط ده على المكونات اللي احنا بسيناها مع بعض. وانا بكرر في المكونات عشان تحفظيها، ما تحتاجيش ان انت تقومي تكتبيها ولا حاجة. بنقلب بقى بايد المكونات دي كده مع بعض، ومجهزين جنبنا كوبايتين من المية الدافية. نزلت كده بالكوباية الاولانية، والمية بنحطها عندنا بالتدريج. الكوباية الاولانية حطيناها كلها، وبنبدأ نعجن بايد ونحط بايد. مجهزة جنبي كمان كوباية تانية هحطها، بس هيبقى منها معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، حوالي معلقة كبيرة. يبقى العجينة بتاعتنا اخدت معانا قد ايه مية؟ الكوباية اللي كنا مخمرين فيها المعلقة الخميرة، وكوبايتين من المية تانيين، يعني الإجمالي بتاع المية 3 كوبايات من المية الدافية. طبعا إلا معلقة كبيرة ممكن تاخد معاكي 3 كوبايات كاملين، 3 كوبايات وربع، على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. عجنتها بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بتاعتنا مش لينة وفي نفس الوقت مش يابسة، عجينة طرية متماسكة. بعد ما عجنتها كويس جدا حوالي 10 دقايق، هحطها بقى في حاجة واسعة علشان اسيبها تختمر براحتها، ودهنتها من تحت دهنة زيت، ومن فوق كمان بفرشة كده فيها زيت، وسبتها تختمر في مكان دافي والجو حر. اخدت معايا حوالي 40 دقيقة. وبعد بقى الساعة الا تلت دول اخدتها بقى ونزلتها كده على سطح العمل اللي انا هفرد عليه العجينة بتاعتي. اخدت من العجينة دي ربعها بس عشان انا هفردها رفيع جدا، ودي طريقة سهلة جدا لعمل الباتون ساليه. والتلات ارباع التانيين بتوع العجينة لفتهم بالكيس وحطيتهم في نفس البولة بتاعت العجان وغطيتهم. ربع العجينة ده بقى هنبدأ نفرده على، ممكن يعني تفتحي كيس بلاستيك من تحت وكيس بلاستيك كمان من فوق، وتبدأي بقى ترقي العجينة دي رقيقة جدا على قد ما تقدري. لو اتفردت معاكي بسهولة يبقى العجينة بتاعتنا مرتاحة وتمام. لو لقيتيها بتغلبك كده، غطيها بكيس وسيبيها كده لحد ما ترتاح علشان ما تغلبكيش خالص. وبعد ما فردتها بسمك حوالي نص سنتي، بتبقى رفيعة قوي، بشيل الأطراف بالسكينة كده علشان أبدأ أقطع على طول، والجزء اللي أقطعه أبدأ أعمله رول رفيع جدا وياخد شكل الباتون ساليه المتعارف عليه. قطعت بقى جزء كده بسمك كده، صباع رفيع خالص، الصباع الصغنن اللي عندنا ده. وبعدين هنبدأ نرولها كده على العجينة أو على سطح العمل اللي احنا شغالين عليه. وما تخافوش خالص، لما اكون مستريحه معاكم يعني هتاخد الشكل ده بسرعه قوي. هنحطها كده في سيجون ونسيب مسافات صغيره قوي. وبعد ما نخلص كل الصواني بتاعتنا هنبدا نسوي في اول صاج. بصوا بقى لما بنيجي نرولها بتتفرد معانا بسهوله. عايزين بقى بعد كده تقطعوها من النص براحتكم على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. اخلص كل الكميه، وبعد ما اخلص هشغل الفرن بتاعي يسخن كويس قوي،
ويبقى درجة حرارته متوسطة. هحط الصاج بتاعي على الرف في نص الفرن، علشان انا مش محتاجة درجة حرارة عالية، على درجة حرارة متوسطة يعني حوالي 170. وهسيبها كده وهدير الصاج كل مثلا 7-8 دقايق. هياخد معانا في الفرن حوالي 18-20 دقيقة. وبعد كده هنخرجه ونسيبه بقى ينشف خالص، وبعدين نعبيه بقى في علب ونقفل عليه. بيبقى حلو جدا. عايزه اقول لكم انه بيبقى ريحته كده جايبه لاخر الشارع، وطعمه والقرشه بتاعته جميله قوي. عملت منه اشكال بسكوت كان طعمه حلو ودايب ذوبان، وكمان قرشته احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره.